نجرب نعمل موضوع الفلوجز، نحاول نصور اليوم، نحاول نطلع بشوية حاجات، نحاول نعمل اسقاط للتحديات اللي احنا بنعملها. فكرة إدارة الفلوس، شرب المياه، الصلاة على وقتها، حاجات كتير. صباح الفل. احنا دلوقتي في التحرير، قررنا ان احنا ممكن نبقى نصور فلوجز وبجرب حاجة جديدة، حاجة ما عملتهاش في مصر قبل كده. الطابور ده في عبد المنعم رياض، عربيات مدينة نصر. المفروض ان انا فعليا متأخر على الشغل اصلا، ولكن عملت كده كذا حاجة عشان الواحد يسيطر على موضوع الفلوس في التحدي اللي احنا عاملينه بتاع إدارة مصروفاتك. هو فكرة ان انا حاطط ليميت معين ليومي، المفروض ان انا لا اتجاوزه. والنهاردة اليوم طويل، فمش عايز اليوم ده او الفلوس اللي انا حاططها هتخلص في تاكسي. فحبيت ان احنا نسجل التجربة دي ونشوف الدروس المستفادة اللي هنطلع منها. المفروض ان الزحمة دي عشان الميكروباصات مش موجودة، فاحنا بنشوف بيبقى في طابور، والناحية التنظيمية دي حاجة جميلة جدا. طابور بطول الموقف كله، فحاجة جامدة، حاجة جامدة جدا. حصل وركبنا، قلت بقى اجرب المايك. هنعمل موضوع الفلوجز ده. الدنيا زحمة جدا النهاردة من عند البيت صراحة. نجرب نعمل موضوع الفلوجز، نحاول نصور اليوم، نحاول نطلع بشوية حاجات، نحاول نعمل اسقاط للتحديات اللي احنا بنعملها. فكرة إدارة الفلوس، شرب المياه، الصلاة على وقتها، حاجات كتير من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. دي حاجة كنت عايز اعملها اصلا، ان احنا ننقل في التحديات لشكل الحياة اليومية. هيبقى شكله عامل ازاي، المحاولة بالالتزام بيها، ان احنا نطلع بتحديات اكبر، تحديات جديدة، زي ان انا احط رينج معين للفلوس عشان الواحد لما بيصرف، حتى لو انت بتكتب تعمل ادارة لفلوسك او بتكتب المصاريف بتاعتك، انت ممكن تصرف وانت مش عارف انت بتصرف قد ايه، او مفيش ليميت. الموضوع بيبقى صعب، فمحاولات كده ونجرب ونشوف، ربنا ييسر الحال ان شاء الله. التجربة تعجبكم، يلا بينا نكمل. طبعا الواحد ما بيحبش يتأخر خالص، يعني عندي ارتكارية من الموضوع ده. لكن النهاردة على غير العادة، طريق زحمة جدا من عند البيت لحد التحرير، ومن ساعة لما ركبت من التحرير لحد مدينة نصر. كوبري اكتوبر كان زحمة برضو، ولكن ها نحن في أول عباس ونحن وصلنا استبرق. جيت متأخر، ما بحبش اجي متأخر. بدأنا حاولنا نشر السلام في ربوع استبرق، وجاء العملاء الأعزاء، وبدأنا اليوم، وإن شاء الله يكون يوم كويس. هنبدأ بتوثيق بعض اللحظات. من مميزات الشغل هنا هو ربنا رزقنا بنعمة حلوة. رزقنا بنعمة المسجد. المفروض ان هو يأذن دلوقتي واحنا اللي نأذن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. من عظيم النعم على الإنسان فكرة المسجد. انت يكون لك قريب منك مسجد في شغلك، ده كانت من أكتر الحاجات الهاجس بالنسبة لي. الحمد لله ربنا يجعلنا من أهل المساجد، ربنا يجعلنا من أهل الصلاة. والمسجد صحبته حلوة. خليني أحكي موقف. يعني آخر حد لسه مسلم عليه دلوقتي شاب 23 سنة 24 سنة بيصلي معانا في المسجد هنا يعني. فأنا بشوفه على طول الفترات اللي فاتت. فهو كان بيحلق القزع، اللي هو يعني بيشيل كله أو بيقصر كله جامد كده، وبعد كده بيسيب شوية من هنا. ففي مرة أنا عايز أكلمه، بس هو إحنا مفيش علاقة ما بيني وما بينه، سلامات بس،
تقبل الله كده، ولكن انا بحبه يعني. هو واصل له الاحساس. المهم فقلت له على الموضوع، قلت له بص في حاجه اسمها قزع، عايزك تقرا عنها بس من غير ما اقول له حكمها ايه ولا وضعها ايه يعني. انا برضو عشان مش فاكر الحديث بالظبط، فقلت اقول له يعني. فهو راح وقرأ، بعدها بيومين تقريبا لقيت ان هو حلقها، يعني جه بقى حلق كله في صيغه واحد. اتبسطت جدا 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 يعني ده من اسرع الحاجات اللي انا شفت فيها استجابه تقريبا، يعني اللي هو حد يستجيب بالشكل ده وبالكيفيه دي وبالسرعه دي. فكنت مبسوط جدا جدا يعني. ربنا يبارك له يا رب. ادعوا له ربنا يهديه ويثبته ويفتح عليه بالخير ان شاء الله. فمبسوط جدا جدا. ده بيخلي كده، بيدي احساس حلو وطعم حلو كده لفكره التواجد في المسجد والصلاه في المسجد. وحتى لو انت على، انا مثلا قدر العلم الشرعي عندي بسيط جدا 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 يعني. كون لو انت حتى في المسجد ومش عارف توصل لحد مثلا مستوى اعلى منك فهو يشدك، فانت ممكن باستخدام بقى الحديث الشريف بلغوا عني ولو آية، ممكن بآية واحدة أو بمعلومة واحدة أو حاجة واحدة أنت تعرفها، ممكن أنت تاخد بإيد حد لنقطة معينة، أو تأمره بمعروف في حاجة معينة وتنهى عن منكر في حاجة معينة. فدي شيء عظيم جدا جدا يعني. فده من أثر المسجد يعني. فربنا يجعلنا من أهل المساجد يا رب. الحمد لله يعني، الحمد لله. عندنا تحدي قوي جدا طبعا، تحدي الحفاظ على الصلاة في ميعادها. فنحسب ان احنا الحمد لله دلوقتي الدنيا تمام. ومعانا بقى العبد صاحب بودكاست عبد الرحمن تربيع، مسك ختام اليوم النهارده. هذا الرجل احنا عملنا بودكاست على السلم هنا عشان المكان ده ان شاء الله يشهد لنا يوم القيامه ان شاء الله ان احنا كنا قاعدين بنتحاب في الله. واكتر الحاجات اللي احنا بنذكر بها بعض، او يعني لا دايما اول ما اشوفه اقولها له، الحديث اللي بيقول بادروا بالاعمال، بس احنا بقوم راح انا داخل له على طول ايه، مش بنستنى يعني. فتن كقطع الليل المظلم. ايوه. وبنقعد نتذكر ونتذاكر شويه من الفتن دي. والله دي من النعم اصلا التي يعني والله ان احنا نبقى بنفتكر دي على طول اصلا. انا عايز الصوت يظبط، عشان الصوت في الفيديوهات اللي انا شفتها ما كانش مظبوط. والمايك ظابط اهو. اتمنى المايك يبقى مظبوط. الناس اللي اتفرجت بقى على بودكاست رسائل الابتلاء والصلاه 1 و2، لو حابين بقى عشان المره الجايه ان شاء الله نظبط حاجه نكمل بقى. واحنا طبعا زي ما احنا قلنا وبنكرر احنا مش شيوخ، فلو انتوا حابين حاجه عادي حياتيه عادي، بما ان عبد الرحمن مثلا لسه مخلص كليه ولسه مخلص جيش، وانا خبره في الحاجات دي طبعا لان مخلصهم من 10 سنين، فممكن تقولوا لنا في التعليقات حابين ان انتوا ان احنا نتكلم في ايه المره الجايه، وربنا ينفع بينا ويستخدمنا ولا يستبدلنا كلنا، يعني اللي بيتكلم واللي بيتفرج يعني ان شاء الله. فربنا يبارك فيكم ونراكم على خير ان شاء الله في فلوجات جايه بقى ان شاء الله. هحاول نرسخ موضوع الفلوجز ونشوفكم على خير ونطبق التحديات اكتر واكتر. التحدي بتاع الميه انا فاشل فيه النهارده، ما شربتش غير نص ازازه ميه من الازاز الكبيره بس، يعني ما كملتش لتر للاسف. فده تحدي. المشكله ان ده التحدي الوحيد اللي انا قلت ان هو خفيف، يعني كاتب على الصمنيل كده تحدي خفيف، ده طلع اصعب من اصعب التحديات حرفيا. بس يا ريت يعني الناس تبقى تشتغل على الموضوع اصلا لنفسها قبل اي حاجه جدا يعني. مش فكره التحدي، مش عشان حاجه وقفت يبقى خلاص يستنى اللي جاي يعني. بالظبط. ومش فكره التحدي، احنا بنحاول بقدر الامكان. انا يعني مش عايز افرض تحدي مثلا لمده شهر ولا حاجه، لا عايزين التحديات تحاول بقدر الامكان. الشعار بتاع التحدي عامه خير الاعمال ادومها وان قل. انت حاول بقدر الامكان ان انت تاخد القليل واللي تقدر تلتزم بيه وتحافظ عليه، وتبدا ان انت تطبقه في حياتك وتمشي عليه قدر الامكان. في تحدي هيبقى عالي قوي هتقدر تجيبه كله، في تحدي مش هتعرف، وهكذا. في ناس يعني مثلا تحدي السكر، في ناس قالت لي ان هي اوريدي مبطله سكر من بدري، قشطه، يبقى ده كده هو خلاص قفل التحدي ده، بيخش على التحدي اللي بعده وهكذا، لحد ما يعني زي ما قلنا بنحاول في التحديات نطور ونحسن من حياتنا وجوده حياتنا بشكل احسن. فربنا يعيننا ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه وفلوجات جايه وتحديات جايه ان شاء الله. احنا النهارده الاثنين، فاضل يومين على اعلان التحدي ال 13، فنشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم.